حبايب قلبنا اللي بنحبهم موت. النهارده بقى فيديو جديد واكله جديده، وعايزه تشجيعه كبيره بقى للاكله الخطيره دي. بالله عليكم تخشوا الفيديو كده وشوفوا انا عملت لكم ايه في رامي. وهنا بقى يا حلوين كمان كنت اوريكم ان طبق الرز اللي عند رامي، بصوا حبه رز صغننين زي، وانا حبه رز كتير. شفتوا؟ عشان بس هو انا نصطبه بس مش قوي يعني. ماشي، انا عايزه تشجيعه بقى حلوه النهارده. وبالله عليكم متنسونيش بقى في اللايك الجميل بتاعكم عشان اوصل بيكم لاحلى ناس في الدنيا. يلا بينا يا ولاد على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واول حاجة وخير حاجة نبدأ بيها الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. تاني حاجة ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان، ربنا ينصرهم ويثبت اللهم اقدامهم. امين. اللهم اللهم امين. امين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير 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 كتير. بشكركم بقى على الكومنتات الحلوه، القمر العسول اللي بتبعتوها لنا. ايه ده؟ في ايه؟ انا مش عارف، انت عاملة حاجة غريبة، انا مش هنايم فاهم ايه ليه اللي انت كده؟ عاملاه ده. وحاطه لي عليها بصل، انت ما بتعملوش اصلا في الكشري اللي هو اساس الكشري. استغفر الله العظيم، أنا مش هقول لكم دلوقتي اي حاجه دلوقتي قبل ما نبدا الفيديو كده. وش بالله بسمنة دي يا عليكم. بنتي وانت غشانة ولا ايه؟ انا مش فاهم. صلوا على النبي، عليه صلوا على الصلاة النبي، في والسلام. الاخر هتعرف. قبل ما نبدا الفيديو عايزاكم تدعوا لاختنا اسراء. يا رب يا رب يا رب يرزقها بالخلف الصالح ان شاء الله، ويرزق كل مشتاق. اللهم امين يا رب اللهم العالمين. امين يا رب. بس يا اهم رب. حاجه ما تدخلش من البتاع ده لان انا مش مطمن ويهدلنا له. اولادنا ويتجاوز عن سيئاتنا. النهارده بقى عامله اكله اول مره في حياتي اجربها انا شخصيا او اكلها. الكشك. هو ده كشك؟ كشك والله هما بيقولوا كده. كشك المصري، مش الاردني ولا الكشك المصري ايه؟ انا اللي اعرفه ان الكشك بتبقى حاجه كده لا لا، ده مش ده كشك صعيدي، لكن ده بقى مش صعيدي. ده كشك المصري. بصوا. على اساس ان الصعيد دي في ليبيا مثلا، ولا مش فاهم. في اوكرانيا. الصعيد قلبت. والله كل بقى وانت العظيم. طب على فكره بقى التحدي النهارده على الكشك ده اهم حاجه كشك ايه؟ يخلص. لا انت كسبت، انا منسحب. الله، انا انا حلم مش حياتي. البتاع شكله مش مطمني. لا ده جميل وامور. بس بالله عليك، البصل ده بس بيعمل ايه في الكشري؟ ماشي. بس لغايه اما ندوق البتاع ده ونعرف هو ايه، انا مش فاهم. يلا. لا حول ولا قوة ومعانا إلا الفرخه بالله. الشقيه الاموره، والبنت غزوله مش موجوده معانا النهارده. يلا بينا نبدا. مش عارف. سمي الله. ايوه، ما احنا هنسمي الله. انا مش والرز فاهم. ده عندي اكتر اهو. اهو. وانا اهو نصابه ايه؟ بس ما مش انت قوي بتقولي يعني. الرز اكتر وانت بتقولي التحدي على الكشك. ماشي، ما انا شفت بقى لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. يلا يا ابني، يلا سمي الله سمي الله. استنى بس كده، استنى بس، انت بتقولي الكشك، انا هحاول ادوق. دوق. اصبري، عجبني هكمل، ما عجبنيش طب انت. واصبري ليه؟ ما انا اللي هاكل. يا بنتي افهمي، انا لو ما عجبنيش انت هتكملي في الكشك بتاعك وانا اكمل في الرز بتاعي. طب اصبر بس، انا هدوق معاك. اصبري، ما توجعيش بطني، انا مش مستحمله وجع بطن، انا لا مش لا عارف ايه ده لا فمش لا، هو مطمن انت له. تعبنا بطنك تعبانه بس برضه. انا البتاع ده مش مطمن له. لا هتطمن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عز الجايه ما هين عليا اضرب فيه المعلقه، مش عارف ليه. جميل قوي والله. بص يا رامي، هو انت بقالك فتره طالب مني شوربه بالكريمه. ايوه، انت معلش سؤال بقى، ده الكشك ده قريب عباره عن منه قوي ايوه قريب. اللي هو عباره عن ايه؟ كل. لا عباره عن ايه بس؟ انا مش لا هقعد احكي المكونات لا بقى، لا، ما عباره عن ايه؟ معلش اصبري بس اعرف عباره عن ايه الاول. طب دوق، سمي الله لا دوق. اعرف عباره عن ايه، انا مش مطمن له. والله. حلو بقى، والله يلا. ما عباره عن ايه يا طيب. لهوي، الفيديو ده ان شاء الله هينزل امتى؟ نص كنت ساعة؟ كنت تعمليها بصاره، ما عنديش مشكله اكل البصاره، طب لكن ده بس عباره عن انا ايه؟ سيبني اكل. ده عباره عن ايه طيب؟ اهو دول. يا اكل رامي الرز سمي الله، وانا واسيبه. عامله لك حاجه وحشه؟ ده البصل اللي على وشه ده محمراه بالزبده، ده كفايه البصل. يا ستي ماشي، ما انا مش هنقي البصل، ده عباره عن ايه الكشك ده؟ انا كده اتعصبت. اخلصي يا طيب. الله. عباره عن شوربه دسمه جدا، وانا عاملاها بشوربه البط و... ورز بيبقى فيه كده، يعني بسلق معلقتين فيه. وبعد كده هو بقى بنحط بقى الزبادي والمعلقه دي واحده، وبس كده. وحطيت فيه على وشه البصل المتحمر بالزبده. يعني ايه؟ ولا منه بشاميل ولا منه رز بالشوربه؟ يا عم سيب ايدي. استغفر الله العظيم يا رب.
اقرا يا حبيبي، اقعد. ده انا بحاسبي. حلو والله، طعمه فظيع. قلبي مش جايبني دي بايدي ايدي في الطبق. م-م. حلو بجد. حد هو انا يعني انت ما عندكش ثقة فيا في ذوقي يعني؟ مش في ذوقك، انا ما اكلتوش قبل كده فانا ولا انا، بس عجبني شكله وحبيت اجربه. ان شاء الله يعجبك. امانة حلو ولا لا؟ انا لغايه دلوقتي طعم البصل هو اللي ظاهر معايا. امم طعم البصل المتكرمل هو اللي ظاهر معايا. البصل حلو اخر حاجة. الله اكبر. تويته الله اكبر. تويته. الله اكبر. دايت ايه بقى؟ ده دايت الست رغيفه؟ ما النهارده اليوم الفري. السنه عندها السنه كلها عندنا فري. انا خلصت. معلش استثنى معلقة عشان المعلقة دي فيها زبدة كتيرة قوي، بس انا خلصت. يعني كسبت لسه في التحدي. معلقه. لا بستثنى معلقة، بس انت على فكرة انا اللي كسبت والله. بصوا انا سايبة المعلقة دي عشان فيها زبدة كتيرة قوي. منورة يا فرخة، منورة. فرخة محشية. بص قالت لي محشيه بعد ما بعد ما ما تاكل فراخ انت، في انت خدت الطبق، انا كسبت خلاص، انت مش لازم تكمل براحتك. شكلك زعلان. لسه الطبق مليان. يا ربي بطل غلاسة بقى، خلينا ناكل. والله طبق الشرب خلص خلاص. طبق الشوربه. طبق البتاع ده خلص. كشك خلص. دوق بقى الفرخة دي بالله عليك. ده طلع رز بشوربه. بتقولي له الفرخه ايه؟ الفرخه طعمها اتغير؟ جميلة والله. محشية بقى. ولا انت منقراها على هيئه فرخه وهي بطايه مثلا؟ يخرب بيت الغلاسة. لا كفيك خلاص يا ابني، خلاص انا هعمل فيك العقاب يا حبيبي. انتهى المشوار. هو حلو مش وحش. حلو. حلو مش وحش. بس احنا كمان غلطنا، احنا كلناه بص لوحده خالص. يعني المفروض كنا كلنا كده. بس انا هكلم الصعايده اللي انا اعرفهم كلمهم فرد ونشوف فرد. القصه دي. حلوة. لا حتى انا طبقي خفيف شوية عن تقيلة طبقك وحلوة. انت. تقيلة وحلوة مش وحشة. طبق انا خفيف شوية عن طبق رامي. لا حلو ان انت بقيتي تستخدمي الاير فراير في كل حاجة. صح؟ هو ده بقى العيش. هو ده الحب بقى. ايوه بقى. مش تقولي لي كش. والله الكشك جميل. انت اللي ممكن عشان ما اكلتوش قبل كده ما. اكله دي يا رامي. لا وبرضه الحاجة اللي بتعملها برضه ما اكلتهاش انا. ايه هي بقى؟ ايه هي؟ العصيدة. العصيدة دي جميلة بقى. حاجة كده صحية، بتعمل بدقيق ذرة وبتاع ده، قول كده. ايوه بدقيق ذرة والزبدة والعسل واللبن. يعني بعد ما بنسويها بدقيق الذرة بنروح عاملينها هرم كده، ونحط فيها الزبدة قطع والعسل واللبن. هو انا ماليش تقول عليها، بس انا اهلي كلهم بيحبوها العصيدة دي. في حتة تانية. حمزة بتعمل اكلات غريبة. الملوخية مظبوطة. كشك حادق حادق شوية. البصل بتاعه هو اللي حلو. هو مش وحش، انا مش قادر اميزه.
لان انا اول مره اكله، فمش عارف بقى ايه هو كده مظبوط صح. هو بيسلم عليك وانا برضه بعتله سلامات وتحياتي. وقبولاتي. آه. لا لا على الفراخ لا. تسلم خطيرة. يا أم حمزة. هو انت كنت عايز مسلم اقطعها؟ اه صراحة تسلم 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 الاير فراير. أم حمزة زعلت ولا ايه؟ لا مفيش. قبل العقاب بالله عليكم دعمونا بقى وحطوا لنا لايك، شجعونا كده عشان نكبر بيكم. انا المفروض مفيش عقاب عشان لا تنزل لا عليا هو الفيديو في عقاب. المحشي. صلى على النبي صلى على النبي صلى عمال على تحط النبي لي محشي في قلب صلى على النبي الطبق. صلى على النبي. انا اتفرجت على فيديو اموت نفسي الضحك، مش عارفه انتوا كملتوه ولا لا. ما رضيتش احط لكم حته منه في الاول عمالة تحط المحشي عشان في قلب الأطباق. اكتشف مين اللي بيحبني وهيتفرج على الفيديو الاخر. ماشي ماشي يا ام حمزة. العقاب يا سيدي صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. العقاب ايه؟ ان انت هتاكل الخضره اللي تحت متجوزة أرنب؟ فانا عشان اقوم اجيب عقاب هيبقى فيها مواويل وهتقعد تعترض. هو الكشك ده لوحده عقاب. خلاص كملوا. لا لا كملوا بقى. لا، ان انا اكلت الكشك ده اصلا عقاب، يعني انا اكلت حاجه مجهوله مجهوله الهويه ليه ان بالنسبه شاء لي. الله؟ مجهوله الهويه. ده جميل والله. بس ما حدش قال لي ان هو خلصت وحش. ازاي؟ ازاي يا ام حمزة؟ هات 200 جنيه وانا اعفى عنك. نعم 200 جنيه 200 جنيه وتعرف عني ليه يعني يا ام حمزة؟ تقديرا لمجهوداتي في البيت معاك. ده موضوع تاني. يلا هات 200 جنيه. اه هات 200 جنيه. عايز 200 جنيه؟ اه ليكي 200 جنيه يا ام حمزة. هاي. ليكي. لا مش ليا وهي وبتاع. هاي. امبارح كنا في مشوار اشتريت حاجات طلع خدوا فلوسهم على طول. هي نازله عايزه تجيب حاجات ومش واخده البوك معاها ولا واخده فلوس. طب انت معاك فلوس نجيب الحاجه بس ولما ارجع. قعدت ادور عليه ما لقيتوش. ماشي حاضر يا ست، هديك اللي انت عايزاه ولما نرجع تحاسب. وفي السكه الحساب مثلا يعني ايه لازم تقص من الفلوس لازم. ايوه يعني لو هو دافع لي 300 بديله 250. لا دافع 150 ممكن تصفصفهم على 50 لازم تقص من الفلوس. والله العظيم يا جدعان عارفه لما بدي لحد مثلا وانا واقفه مثلا بشتري حاجه انا وهو بدي مثلا الراجل 100 جنيه واخد الباقي منها بيروح هو واخد الباقي وضربه في جيبه. ما بتبقى فلوسي انا فلوسي. اللي دافع والناس عشان الرجاله بقى بيديروا هما الباقي. طب ليه الظلم ده؟ فعشان كده بقص برضه بطريقه تانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. هات يا حبيبي بقى. ليكي وهتاخد انا معيش فلوس في جيبي. لا ماليش دعوه هات 200 جنيه. معيش فلوس في جيبي. او لا. اجيب فلوس؟ اه واخد الفلوس ماليش دعوه. شايف الفيديو لما اخد فلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا ام حمزة. كنت اعمل فيك عقاب احسن لك. لا يا ست وجع بطني. عجبني اول الموضوع ده انا بعد كده هشتغل لكم في الموضوع ده. ده كام؟ جنيه. جنيه. الجنيه في كام قرش؟ 100. 100. ادي 100 وادي 100 يبقى 200. لا انا ما قلتش 200 قرش انا قلت 200 جنيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. هات ورقه واحده. حرب ونار. تخشش معايا تحديات تاني. ولا لا خش معايا تحديات. ودين النبي. هقضي عليك. ال 200 جنيه دي اللي هتتحاسب عليها حساب عصير. مش هياخدها ولا هيشوفها عشان ده امبارح اول ما طلع البوك فين يا حمزه. الله يا بابا. ادي 200 هاخد جنيه. الفلوس على طول. ادي 200 جنيه والفيديو اللي فات عماله تحط لي في الاكل تزودي لي في الاكل. ما حطلكش حاجه يا حبيبي. الفيديو موجود ويتفرجوا انت عليه اللي مش كنت هبل. غلطان هو اللي كان غلطان عشان قعد يتاخر علينا وفضل قاعد يتفرج على التليفون. حاضر ماشي. استحملي يا ام حمزة استحملي يلا. انا مستحمله.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير. 200 جنيه 200 جنيه 200 ايه جنيه. انا طلعتها بكل سهوله، لكن انت عشان اطلع منك ال 200 جنيه ولا يكون باليمين حنين. ممكن يجرى لي حاجه من رجالها. ماشي 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 يا محمد. يلا لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير. والجايزه بتاعتي الكبيره الله عليها، الله شجعوني كتير. كومنتات بقى بصوا مش عايزه اقول لكم بجد 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 امانه، لا مش مهم تكتبوا لنا يعني اي حاجه النهارده. ادعوا بس لاختنا اسراء، يا رب يا رب هي وهبه، يا رب يا رب يرزقهم بالخلف الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل مشتاق، اللهم امين. امين يا رب. ويفك ويرفع الغمة عن الأمة كلها، اللهم امين يا رب. عشان حاسه انت باصص لي في ال 200 جنيه. خلاص ادعي دعوه تانية والله لو الا هدخلها خلاص. يلا لو عجبكم الفيديو باي باي. السلام عليكم. قلتها 3 مرات من خوف.